ده انا اديت افراج للحمام يعني ما اقولكمش مدى سعادته كده وهو عمال كمان يغرق في الميه. فبصوا منظره جميل. ما تيجي نعمل حاجه كده مجنونه مع بعض. فاكرين القص دوت اللي هو جالي، يعني ده مش متربي عندي، ده الذكر اللي النتايه بتاعته طارت وجوزته للنتايه دي. يقال إن النتايه اوفى للمكان من الذكر، والذكر لو جوزته نتايه ينتمي للنتايه. ما تيجي كده نفتح ونشوف. هي مجازفه بيني وبينكم يعني ممكن، بس عايزه يعني دي انا ما جربتهاش بصراحه، حابه اجربها واعرف في فلسفه الحمام اكتر. يعني هل لو احنا طيرنا الذكر مع النتايه، اللي هو الذكر اللي مش من انتاجنا يعني متربي في حته تانية، ممكن يستقر عشان معاه نتايه ولا هيطير برضو وما يرجعش؟ انا هبعد وايه نقرب ونشوف هيحصل ايه. انا مثبته كده وانا بعيده، تفتكروا هيطير؟ ممكن يطير، وارد يطير وما يرجعش، بس هي لو نتايه ما مش هتستقر ابدا. يعني النتايه بتنتمي للمكان اكتر من اي حاجه تانية. اهو ودول بقى ايه مستقنيسين هنا فوق. طبعا احنا الصبح بدري، يعني احنا تقريبا دلوقتي الساعه 10. ما اقولكمش بقى زروتولي البلكونه، بلاش افرجكم المنظر. منظر البلكونه وهي متزروطه، لان انا كنت حاطه جردل الميه ده تحت، فعاشوا حياتهم وفضلوا يستحموا انا فاتحه الباب يا جدعان. ده انا فاتحه الباب، انا قلت اول ما يفتح هيطير. بصوا هو كده عمال يستكشف. اها هيطير ولا لا؟ يا هوبا يا هوبا يا مغامرة. بس ده كبير ويعني مش محصي عندي او الانتاج، لا ده هو انا جايباه من حد كان شغال. بص دكر تاني دخل، اصل انا كنت حاطه الدكر والنتايه دول الاول هنا في العين دي. هما بيتعاركوا، شايفين؟ فعايز بص الدكر بص، وهو ايه مش عايز بصوا المنظر. معلش بقى بعتذر على منظر البلكونه، بس هو هيطير ولا هيروح ده بص الدكر ابن اللذينه ده عايز برضو يطلع النتايه، لان العين دي كانت بتاعته الاول. يعني العين ده كانت بتاعته فحافظها ومش عايز حد تاني يقعد. انتوا شايفين ولا المنظر بعيد؟ انا الشمس مغطيه فانا مثبته ايدي بس. بصوا انا عايزه اقول لكم واقف اهي النتايه هيطلع لها. عارفين لو النتايه كانت طارت. اهو بصوا الدكر بياكل ولا مطمن. الدكر مطمن. هو دي النتايه. انا مش عايزه اهش، انا عايزاه بصوا يرتاح خالص للمكان. على فكره انا القص اول ما جالي هو جالي هديه. اول ما جالي خالص انا لا قصيته ولا نتفته، سبته براحته خالص. بس النتايه اول ما جوزي فتح لها طارت، حتى كان تحتيها بيض. بصوا النتايه فوق اهي وهو لسه تحت في الارضيه. بصي هي قاعده في الميه ازاي، شايفين؟
برضو الحمام على فكرة بيحب المية جدا، واحلى وقت ان انتوا تحطوا فيه مية للحمام الوقت ده، لانه بيبقى سهل ان هو ينشف المية بتاعته وما يتعرضش لنزلات برد يعني. ده سيطر اهو، شايفين الدكر ده سيطر عليهم هما الاتنين وطلعهم بره، وهم لا حول ولا قوة يعني. اهي، ودي شايفين النتاية النتاية ده طلع ذكر اهي. اهي الحمامة دي اللي جات لي وكتبنا رسالة برضو مش هتسيب المكان، فهي غالبا يعني ممكن تكون تايهة من صاحبها او طفشونة. اهو طلع علينا طلع علينا طلع علينا طلع علينا. هتطير ولا ايه؟ انا بص يعني عايزه اقول لكم فرد حمام حلو يعني. عمال يبص على النتايه بتاعته. انا مش عايزه اتحرك خالص وعايزاه يسيب المكان، مش عايزه افزعه بحيث يطمن خالص للمكان. ايوه 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 ايوه. ايه هتطير ولا ايه يا عم الحاج انت؟ بص انا بصور الفيديو وعمال قلبي بوم بوم بوم. بص هو مش فكرة حمام بس، يعني لما حاجة تجيلك هدية بتبقى يعني عزيزة عليك، او ان حد يقدرك ويبعتلك حاجة، فدي بتبقى كبيرة بالنسبة لي. بس روح المجازفة عندي يعني او استكشاف اكتر، يعني حابة. بصي النتاية اهي عند المية اهو، وهو واقف هنا اهو، هو ذكر اهو، شايفينه اللي بيبرجم ده وبيزوم اهو. بصي شايفين؟ وادي الحمام الهزاز على فكرة غالبا ذكر، مش هتطلع نتاية، لا انا كنت فاكراها نتاية الاول. الهزاز دي اللي جات لي يا جماعة، وبرده صورت فيديو. بس الدكورة بيتعاركوا مع بعض اهو، شايفين اهو؟ انتوا مركزين؟ ده الحمامة اللي هي هو الفيديو ما فيهوش اي معلومه مفيده بس يعني كده نتعلم. لو ممكن لو احنا حبينا نشتري دكوره كبيره مفيش مشكله ونطيرها لو هي عششت او استقرت، لانهم اتجوزوا وحصت الحصويتين. بس يعني دي غلطتي وانا بنسى بصراحه كتير ان انا احط قش كتير تحت البيض، ولاني الحمامه البنيه النتايه تقيله فكسرت البيضتين في اثناء التبادل، لانهم بيقلبوا البيض وما بين الذكر والنتايه بياخدوا يعني ده بيقعد شويه وده بيقعد شويه، فالاثنين اتكسروا. واحده اتكسرت الاول وبعدين اتكسرت الثانيه، فهم يعني متجوزين كده يعتبر، وبيجمعوا كانوا قش كمان. انا عايزه اقول لكم الحمامه البنيه ديت انا كنت برضو من الحمام اللي جالي دي بقالها فتره عندي، يعني بقالها تقريبا 4 شهور 5 شهور. حطيتها مع ذكر ولا الهوا. اول ما حطيتها مع الذكر ده لانه كان عايز يتجوز يعني وكده، فما فيش 10 ايام او 15 يوم، ما كملوش اسبوعين ولقيتها محصيه على طول. فما تلاقوا عندكم النتايه ضعيفه ادوها لذكر يعني كويس، ما يكونش كبير في السن او بينتج، او يبقى جربتوه قبل كده في ان البيض بتاعه بيبقى مخصب ما فيهوش مشاكل، هيبقى في انتاج على طول حتى لو النتايه بقى لها فتره مريحه يعني.
بص انا مش عايزه اقفل الفيديو لسبب، انا عايزاكم تتفرجوا معايا ايه اللي هيحصل. يعني انا حتى مش عايزه اقص الفيديو، مش عايزه اقصه. وبصوا بقى انا عايزه برضو اوريكم الذكر حافظ العين بتاعه اللي هو الاولاني ده، مع انه النتايه بتاعته راقده على البيض تحت العين دي على طول، اللي هي تحت اللي هي رقم 3. وانا مش عايزه اتحرك، يعني انا متذنبه بالموبايل مش عايزه اتحرك عشان مش عايزه افزع الحمامه الذكر دوت، وعايزه اطمنه اكتر المكان عشان لو حس باي سنه خوف هيمشي ومش هيجي برضه. فهو حاجتين بيساعدوا ان الحمام يستقر. بصوا هو عمال ياخد القش. الحاجتين دولت، اول حاجه ان الذكر يتجوز، تاني حاجه ان يطمن للمكان. غير كده ما اعتقدش ان هو هيقعد. وبصوا الحمامه قاعده في الميه، يعني انا مش عايزه اتحرك بس انتوا يعني خليكم معايا. طب ايه، اقف هيخاف ويطير ولا ايه؟ مش عارفه. طب اوقف الكاميرا، طولت عليكم. دول 12 دقيقه يا جدعان، 12 دقيقه. انا عايزه اقول لكم برضو لما جوزي فتح النتايه كان فاتح فتحه بسيطه قوي، فضلت يعني ما صدقت المنفذ ده وجريت. بص اما الحمام يقرب، يعني حمام غريب يقرب على البيض او العش بتاع الحمام تلاقيه قام كده من على البيض وبيدافع عن بيضه. طب ايه، اقف؟ إيه؟ بصوا ايه، لا انا مش عايزه اقرب. انا مقربه الكاميرا على فكره، انا مش جنبيه قوي. بيقول لها قومي. ده ذكر بيقول لك ثاني. انا عايزه بس الذكر يشوف النتايه عشان يطمن ان نتايته موجوده يعني. اهو هيطلع لها. حلقه ملهاش اي 30 لازمه صح؟ بس انا بالنسبه لي مهمه، صدقوني الحلقه دي مهمه جدا، يعني الحلقه دي مهمه جدا جدا جدا. ما هو بصوا الواحد مش هيتعلم ببلاش، ولازم يخسر او لازم يستكشف. هي دي بقى اللي بيسموها الخبره الحياتيه. معلومات انا بكتسبها لما بتعرض لمواقف واشوف. بس تفتكروا هل الزاجل برضو الاصيل لو حصل معاه نفس الفكره كده يعمل برضو؟ انا بتكلم على الذكر. يعني انا بص انا يعني ما بامن لهمش، بيستعدوا كده وفي لحظه يطيروا. لا النهارده يوم الفري داي للحمام. يا ده انا بقالي كتير قوي يا اولاد ما فتحت لهمش، بقالي قد ايه؟ لا كتير اكتر من شهر ما فتحتش للحمام كده بقى كله على بعضيه. بصوا دول حصلت مني. بصوا مين اللي دخل العشه. دول برضو انا كنت حاطاهم في العين دول الاول وهم على تزاوج على اهو. دول انا كنت حاطاهم برضو الاول، شايفينهم؟ خلاص نخليهم هنا دول.
ولا ما نخليهمش الا يكونوا الزاجل ده عايز يجي. بصوا انا جنبي كده، انا جنبي انا جنبي، مش عايزه اتحرك. طيب نفتح لدوره. هي النتايه اهي، النتايه جنبي، شكلهم حلو. بصوا هوريكم الذكر اللي فضل يتخانق معاهم اهو، راقد على البيض، النتايه بتاعته قامت راح ايه دخلها، معرفش ليه هو. بصوا الناس اللي سالتني الفرق بين الذكر، بصوا الذكر، شايفين الذكر بيعمل ايه يا جماعه؟ ده ذكر، اللفه دي اسمها برك، انتوا ما اعرفش بيسموها ايه كده، اللي هو فينش صدره كده وبيلف بيه اهو. اللي ورا ده برضو ذكر، شايفين يعني اللي ورا ده ذكر والحمامه دي ذكر. وده ذكر، شايفين اهو بيلف وفينش صدره كده. اصل بصوا حته الذكر والنتايه دي ان انت تعرفها من الوش. في بعض حمام وشه بيبقى قريب قوي وتحسوا ما تعرفش تفرقوا بين الذكر والنتايه، بيبقى عايز خبره شويه. فالعلامه دي اكتر علامه تعرف بيها الذكر من النتايه. الجماعه اللي بيسالوني نفرق ازاي، شايفين هي واضحه ولا لا بالنسبه لكم؟ اهي ده ذكر، شايف هو عايز يتجوز اهو، النتايه عمال ايه يتغزل فيها او يستعرض لها يعني. تصدق ما طرش ما طرش ما طرش انا مش مصدقه نفسي ما طرش يا جدعان، ما طرش. بصوا هتلاقوا كمان الدكوره بتحاول ان هي ايه يعني تتعارك مع بعض اهو. هو واقف اهو. بصوا انا هقفل بقى الكاميرا وهقول لكم تاني يوم اذا كانوا استقر عندي ولا لا. يلا نهاركم زي الفل